اهلا بيكم في الموسم الثاني من يوميات اجازتي في مصر. بعد ما الموسم الاول حقق ملايين المشاهدات ووصلتني رسائلكم وكومنتاتكم اللي بجد هونت عليا كل ساعات الايديت والمونتاج وشجعتني اعمل لكم الموسم الثاني. واللي فيكم شاف الموسم الاول غالبا هيبقى عارف حاجات كتير عن حياتي الشخصيه واللي كنت بنقلها لكم زي ما هي بالظبط ببساطتها وحلوها ومرها. والنهارده هنرجع نكمل تاني باقي السلسله، وهنبدا باليوم اللي قبل الاخير من رحله سيوه، البلد اللي وقعت في حبها من اول ثانيه دخلتها. حاولنا جامدة برضه ده فيها شكلها فيها بوز والله. دي بوسة الطبيعة بتبوسني في ايدي احسن ما بوستني في وشي زي نام يا يومنا بيبدأ في الكافيه بتاع الفندق واللي حرفيا بنتحرك فيه كأننا اصحاب، وده علشان الناس اللي شغالة هناك بتديك مساحة تتحرك براحتك وكأنك في بيتك. واحد كافي ميكس لو سمحت. فين العروسة؟ هاي تومي، واحد لاتيه فرابيه اوليه كراميلا فرابتشينو سكين دمي. عندنا مياه مغلية اوف وعندنا اكياس انا كوفي. مصدعه قوي. حاضر. الكوفي بتاعتي حالا يا فندم اتفضلي. نيمن دي بلاتس بيتي. بعد كده اخدنا القهوة بتاعتنا واتحركنا علشان كان شافعي مستنينا بالتروسيكل بتاعه بره، وزي كل يوم الصبح اتصورنا كلنا سوا قبل ما نتحرك لسنتر المدينة. وعلشان الكاسيت كان بايظ شافعي قرر يغني لنا اغاني سوية طول الطريق. اول لما وصلنا سنتر المدينة افتكرت ان انا عندي مشكلة بسيطة، وهي ان الجلابية اللي اشتريتها امبارح بالليل مخصوص علشان السفاري كانت مكرمشة ومحتاجة تتكوي، بس اللي عنده اورجنايزر زي الراجل الطيب ده ما يخافش من حاجة. تعالوا بقى على ما الجلابية تيجي من المكوى اعرفكم على الكافيه ده علشان القعدة فيه رايقة. الشهادة لله ما حدش طلب مننا نصور حاجة، بس انا شخصية كالحة وطالما عجبني المكان يبقى هعمل له دعاية. هو اضحك بس تفرد خلقت. اهلا واعمل لك كده زي البلوجر كده. يلا وبعدين قول لي تعالي بقى. المكان اسمه تكية الأمير واللي مبني على الطراز السيوي بلمسة عصرية. أول لما هتدخل المكان هتحس إن الطاقة السلبية بتتسحب منك واحدة واحدة، وده علشان الأرض بتاعة الكافيه كلها ملح سيوي. المكان مناسب جدا للجروبس الكبيرة وفي كمان أماكن مخصصة للعائلات بس، فما تقلقش من حوار الخصوصية ده. مرة قوي. مبسوطة كيكو؟ مبسوطة صوتي يا عسل. مبسوطة بوجودك. قمر انت. بعد شويه ابتدينا نجهز لرحله السفاري والاوتفيت بتاعي كمان كان جاهز. انا كنت متحمس جدا لدرجه ان انا ما قدرتش اصبر وغيرت هدومي في الشارع، وبجد الجلابيه هيبقى شكلها فشيخ في الصور. بعد كده اتحركنا لمكان التجمع علشان نبدا اعنف تجربه سفاري عملتها في حياتي. الناس دي مش بس حافظين الصحراء زي كف ايديهم، انما كمان بيتعاملوا مع العربيات زي ما تكون لعبه متهكره. حرفيا هتحس انك في فيلم فاست اند فيوريوس بس في الفيرجن الحقيقي منه. ده مشغول. لا والله العظيم لا يا نهار اسود. بص اتقلب الحمد لله بجد. والله العظيم بيتقلب اقسم بالله هيتقلب يومين. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا الأهلي أنا فديهم أنا دم فلسطيني 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 أنا دم فلسطيني. وبعد هذا الكم من الفرهضه كان لازم ناخد بريك علشان ننفض هدومنا من الرمله ونتصور شويه صور حلوين قبل ما الليل يليل. يا لهوي يا محمد هننزل ازاي؟ ده احنا هنتدرمغ. الله يخرب. هننزل ازاي؟ مطلعنا في اخر الدنيا. بص بص بص. انت شايف احنا فين؟ انت بص الناس هناك فين؟ مش باينين اصلا. بص تمام ماشي. ها اتفضل انزل. بص تقومي مشلحة كده ربطها كده. يلا ها طب بسرعة عشان معانا دقيقتين بس. اهو ادي الدقيقتين. انت متوتر في كل حاجه. متوتر في... يلا يا بنتي يا حنونه. بعد ما خلصنا فقرة التصوير المتينة قررنا نروح المكان اللي هنعمل فيه ساند بوردنج وقت الغروب. في النهار أيوة وأنا ليه بنهار. وصلنا المكان وبدأ علي امبيوة احسن تور جايد في سيوة بلا منافس يشرح لي احسن طريقة علشان اعمل بيها ساند بوردنج، بس انا حسيت ان هي هتبقى صعبة لو عملتها وانا واقف، عشان كده قررت اعملها وانا قاعد احسن. فانزاتك كلهم بيتفرجوا يا حمودي. وبالرغم من كل الانستراكشنز اللي قالها لي علشان يطمني بس برضه نزلت زي الجردل. الله ينور. يا قردة استر الله يا قردة. بعد كده قعدنا نشرب شوية شاي سيوي باللويزة لحد بالليل قبل ما نتحرك على عين كليوباترا واللي هنتعشى فيها ونشوي كمان مارشميلو على الفحم. بعد كده رجعنا تاني للكافيه اللي كنا فيه الصبح واللي شكله اتغير تماما بالليل بسبب الاضاءات الجميله اللي كان عاملها. وطبعا علشان انا كنت لسه جعان قلت اما اجرب طاجن اللحمه بالقراصيه من عنده وطلع خرافه. بعد كده شربنا الشاي السيوي الجميل وبدانا فقره التهييس الليليه، والمرحله دي بتبقى عباره عن ضحك هستيري غير مبرر بتحصل لنا لما نبقى تعبانين قوي.
والله العظيم هو أصلاً مش ناقص أسيبهم له. نيني كنت هتعمل على روحها على وشها كلها لبن وحشة. كويس ان انا ما كنتش هناك. سيوة كده عندنا. طبعا انا لو حلفت لكم ان احنا مش شاربين اي مخدرات مش هتصدقوني. المهم بعد الفقره دي وكعاده كل يوم بننزل ميه كبريتيه علشان نسترخي من تعب اليوم كله، بس الاول محتاجين نرجع الفندق علشان نجيب المايوهات بتاعتنا. بعد ما خلصنا قررنا نكمل اليوم لحد الصبح كلنا سوا، وبالرغم من ان كلنا تعبانين جدا الا ان دي اخر ليله هنقضيها مع بعض، فما كانش ينفع حد فينا ينام. وعشان الجو برد كان احسن حاجة نعملها ان احنا نشوي بطاطا لحد الصبح، وبكده يكون طلع علينا نهار اخر يوم لينا في سيوة. بس قبل ما نمشي كان لازم نشتري شوية حاجات مهمة من السوق، لان المنتجات السوية مش هتلاقي زيها في اي مكان تاني. يا خرب بيتك يا خرب بيتك يا بسيوني. اصرف ضيع ضيع ما تخليش ولا حاجة في نفسك، ارمي فلوس. تمام ادي اخرة اللي يخرج مصر. تعالوا بقى اقول لكم على اهم الحاجات اللي لازم تشتروها قبل ما تمشوا من سيوة. بسم الله الرحمن الرحيم كده فتح كلام. اول حاجة لازم تجيبوها هي نبتة اللويز او حشيش الليمون، وبتودي كوباية الشاي في حتة تانية. وما تنساش كمان النعناع والكركديه. وفي نبتة اول مرة كنت اسمع عنها بس بيقولوا عنها ان هي صيدلية متحركة اسمها بذور المورينجا حاجة زي كده. نيجي بقى للبلح والتمور واللي هتلاقي عندهم انواع كتيرة جدا. انا فعليا جربت 90% منهم وهقول لك على احسنهم. تمر باللوز، تمر بالقهوة والكراميل، تمر بالوايت شوكليت مع جوز الهند، وطبعا تمر بالبندق. والجميل ان التغليف بتاعهم كان كويس جدا عشان لو حبيت تسافر بيهم. وطبعا اوعى تمشي من غير ما تشتري زيت زيتون من هناك لان ده معصور على البارد، والكواليتي بتاعته مش هتلاقي زيها في اي مكان تاني. نيجي بقى للمربات واللي عندهم منها شويه افتكاسات عجيبه زي مربة الزيتون والبلح والكركديه والورد والبتنجان، بس اكتر واحده عجبتني هي مربة الكركديه. مربى الكركديه. هاتنا من المحل ده زي بتاع 7-8 كيلو. بعد ما خلصنا تغليف كل حاجه قعدنا نتصور مع الناس الجميله دي اللي بجد عملوا معانا احلى واجب. عاوز اقول لكل اهل سيوه شكرا من قلبي على كل حاجه عملتوها معانا، خصوصا علي امبيو اللي كان وجوده عامل انرجي عمري ما حسيتها قبل كده. باي باي يا سيوة بجد، باي باي. وحشني قوي البلد دي وحشني الناس وحشني علي. حبيت سيوة يعني كانت الوجهة الكويسة. كان اختيار موفق لنا. شكرا انا ما كنتش عاوز شكرا 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 لقينا لحد ما نوصل اسكندريه. ورجعنا اسكندرية تاني وسط لمة الأهل ودفى العيلة علشان ألحق أجمع معاهم أكبر عدد من الذكريات واللحظات الجميلة، اللحظات اللي بتمنى الوقت يقف فيها علشان أعرف أشبع منهم وأقدر أكمل حياتي في الغربة لما أرجع ألمانيا. الناس اللي بننسى معاهم معارك الحياة ولحظات الوحدة والانكسار في الغربة، وبنخلع الوش القاسي اللي الدنيا علمته لنا. الناس اللي كل حاجة معاهم بيكون ليها طعم مختلف، واللي مش بتخاف تبين ضعفك قدامهم وكأنك رجعت طفل من تاني. كل اللي محتاجه إيد حنينة تطبطب عليه. وزي ما انتوا شايفين انا رجعت من سيوة تعبان، بس للاسف ما كانش في وقت في الاجازه للتعب، فقررت انزل ساونا علشان هي الحاجه الوحيده اللي بتجيب معايا من الاخر وبترجعني فريش وجاهز لخروجه جديده. انزل حينا وادخل عندنا الاسفل تشتكى مننا. ندى ندى لفتني الاهتمام ما بيطلبش. ندى صاحبي لفتني. وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا عيله ما بتعرفش تمشي زي الناس العاقلين ابدا. المهم وصلنا الكافيه وقررنا نبدا السهره بلعبه الافلام. كلمتين زواج خاتم فرح ده زواج خاتم زواج مثلا الأول نعم كاراتيه راجل مستر كاراتيه. برافو عليك. لا بجد كده طبيعي بجد. انا اسف ماما تاني كلمه المانيا. ماما المانيا. ماما امريكا. فريق معاكين ان انا اجاوب بتستعبطوا ولا ايه؟ احنا العيال دي متخلفه مجانين. بس لا 1 2 3. حسني كلمتين اولى مقص حلاق السيدات حلاق ايه ده؟ الثاني المسرحيه ها كلمتين. الثاني الاولى ايه ده؟ الثانيه عيون الاولى
اللهم دمر الفريق الاسود ذو القلب الاسود. ما تتكلمي علاء. انت بتكشف كشف عيون لغه عربيه حكيم عيون. ايوه حكيم والله عندناش 30 سنه اصلا. ثانيه واحده، نسلي دي مش مقاطعه؟ والله. ماشي ماما ركزي معانا. مسرحيه 3 كلمات، اول اللي في النص. يا الاولى كاس. كاسك يا برافو يا محمد. كاسك يا ناس كاسك يا بلد يا بلدي يا اسكندريه يا بلدي كاسك يا بلدي يا وطني كاسك يا وطني. برافو. لا بتمثل حلو بصراحه، فيلم بيمثل حلو. 5 اول كلمه. ليلى مش القمر ما ليلى ما يا بنت اسكتي. ليلى ليلة سقوط بغداد. ايه ده؟ كلبش. ليله القبض على فاطمه. ايوه ليله القبض على مكيزه وزغلول. يا جامد. برافو يا مين. وبعد ما لعبنا وانبسطنا شويه جه الوقت اللي هنحتفل فيه بعيد ميلاد اختي ال 23 واللي قررنا نعمله لها فجاه قبل ميعاد عشان للاسف على ما يجي هكون انا رجعت تاني المانيا. عاوز اشكر جدا الناس اللي كانوا شغالين في الكافيه علشان بجد كانوا لطاف جدا معانا وخلوا كل حاجه تمشي سموز، ده طبعا بجانب ان الحلويات بتاعتهم تحفه. بعد كده قررنا نرجع البيت تاني علشان خلاص كنا فرهضنا، ودي اختي في لحظه ادراك ان ما فاضلش كتير في الاجازه وهرجع تاني المانيا. انت مش زعلان ان احنا ماشيين؟ انا قلت لك انا عندي حاجات كتير اتلبخ بيها، ما عنديش وقت للمشاعر والتلزيق ده. بقى الماني مود. انت مش زعلان؟ لا الحمد لله انا اتبسطت معاكم. طبعا كل الكلام ده كدب، هم اصلا وحشيني وانا لسه معاهم. تعالوا بقى نروح علشان بكره يوم مهم جدا، اليوم اللي مستنيه من اول الاجازه علشان اسافر بورسعيد واقابل الناس الجميله اللي عندي على السوشيال ميديا واللي وعدتهم قبل ما انزل مصر وانا لسه في مطار هامبورج اننا هنتقابل. واخترت بورسعيد علشان هي من احب البلاد لقلبي واللي ليا فيها ذكريات عظيمه هحكي لكم عليها اول لما نوصل. وطبعا قررت اخد اهلي معايا لاكتر من سبب، اولا عشان هم عندهم فضول يعرفوا ايه السبب تعلقي بالبلد دي، والسبب التاني ان الاجازه قصيره جدا وهتخلص بسرعه فالاحسن ان هم يبقوا معايا دايما. الطريق من اسكندريه لبورسعيد كان حوالي 4 ساعات، بس الجو كان لذيذ والصحبه كانت حلوه فما حسناش بالوقت قوي. بعد شويه وصلنا بالسلامه الحمد لله وفضيت الشنط بتاعتي وقلنا نريح شويه من الطريق قبل ما ننزل نبدا اول يوم لينا في بورسعيد. لا ندى انا بس عايزه اشوف انت هتعمل ايه عشان تعرف ان الطبع غلاء. طوق بتاعت بابا طلعت في 3 ثواني. انا جمال يا رب. ليه وسنين تحت؟ لا مظبوط في مواعيده. ايه ده الماني ده ولا ايه؟ الضحكه دي يا ناسو كوتي كوتي يا خلاصو حفظت كوتي كير وهتخليه من ساسو الراس. واقف تحت خلاص. انت قمت من هنا؟ لبست كده خلاص وكوتشا. يعني انت جهزت؟ اه تمام. والله يا جماعه دي مش عفانه مني، بس انا بجد ما بحبش حوار التاخير على المواعيد ده. المهم بدانا نتحرك للمعديه اللي هتاخدنا بور فؤاد. حموزه خد يلا ولا انت عليك ما برد. صباح الخير يا صباح الخير. ودني زفرت. ووصلنا المعديه واللي لقيت شكلها اتغير تماما عن زمان، بقى في دور تاني مخصص بس للافراد والفيو هناك احلى بكتير من مكان العربيات اللي في الدور اللي تحت. وطبعا انا ما صدقت اخواتي اترصوا على الكراسي وفتحت حقيبه الذكريات بتاعتي في بورسعيد، خصوصا وان عشت سنه كامله في بور فؤاد في شارع اسمه الشعراوي. انا عارف ان معظمكم شاف اني خريج هندسه اسكندريه، بس مش كلكم عارفين ان انا اخدت اعدادي هندسه من بورسعيد قبل ما احول اسكندريه، والسنه دي خلتني حرفيا اتخرج مرتين، مره مع دفعتي في اسكندريه ومره مع دفعتي في بورسعيد. السنه اللي عشتها هنا خلتني اعمل كميه صداقات لسه مكمله معايا لحد النهارده، وبجد ربنا يديمهم نعمه في حياتي. انا عارف ان في ناس منكم دلوقتي بتقول يا ريت ياخدنا في جوله سريعه كده ويرجع بينا للزمن الاعدادي هندسه علشان نشوف شكله كان عامل ازاي، وانتوا علشان حبايبي والله واستخسر فيكم الفضايح دي. تعالوا نرجع بقى ليومنا ورحلتنا ونقفل حقيبه الذكريات اللي اتفتحت دي. يومنا بيبدا في كافيه اسمه جلال باكس، واللي ما اقدرش اقول عليه هو بديل مقاطعه لستاربكس لانه بصراحه تفوق عليه بجداره. المكان انضف من ستاربكس والكواليتي فيه اعلى وطبعا ارخص بكتير، وبجد اتمنى ان هو ينتشر في محافظات مصر كلها مش بس بورسعيد. وطبعا اكيد مش هتكلم على قد ايه الناس كانت لطيفه معانا بالرغم من اننا عيله صوتها عالي جدا وبتفرق كتير، وعلى طول عاملين دوشه في اي مكان بنروح. لا الديمقراطيه والارستقراطيه والدكتاتوريه وواحد مع اللبن. سنجل فريتو منجل لسه خارج من بريك اب، مش فارقه معايا الشكل عامله شعر ولا ميك اب. ياما عملوا شعر كيرلي وياما عملوا ليس وياما ضربوا لون عشان بدره العريس.
بس انا عاوز ابقى سنجل. هي جت كده قلت على هنا في الدرع. بعد كده اتحركنا علشان كان فاضل دقيقة ونطرد من المكان كله. المهم قررنا نطلع نلف شوية في البلد بالعربية ونضرب أكلة سمك من حلقة السمك. ولما كبر التطور بقى زفة، خارجين بزفة. على مهلك ترقص. وبعد يومنا الطويل كان لازم نختم اليوم بأحلى حلويات في بورسعيد وهي الكاسات. احنا في سلسبيلة في بورسعيد، انا واخويا محمد البلاجر وندى عصام، جبنا الخدامة ولبسناها زينا. احنا بنعمل كولابوريشن دلوقتي مع سلسبيلة وبنسوق للكاسات، بنسوق سمعتها. ده هي بتفترس الكاساتة مش بتدوقها. بعد كده رجعنا الفندق علشان نلحق ننام شوية، وده لأن عندنا بكرة يوم مهم جدا. يلا يا روح قلبي، باي باي يا سمسم. باي يا حبيبي. باي يا روح. اتفرج، مش عاجباك دي؟ في غيرها. ليه واقف كده؟ وجي اليوم اللي مستنيه من اول الاجازه علشان اقابل فيه الناس الجميله اللي وعدتهم اننا هنتقابل وانا لسه في مطار هامبورغ. بجد كنت في قمه سعادتي وانا بسمع احلامهم وبجاوب اسئلتهم وانا شايف عيونهم اللي بتلمع ومليانه طاقه، وده خلاني اتاكد ان بلدنا رغم كل حاجه صعبه لسه فيها شباب عنده امل في بكره، شباب باذن الله كل واحد فيهم هيبقى حاجه عظيمه في يوم من الايام. بس على قد ما كنت سعيد وفرحان على قد ما كنت خايف. مسؤوليه كبيره قوي اني اتابعك ناس من اعمار مختلفه. احساسي وقتها كان مختلف جدا بالنسبه لي، ازاي ناس اول مره اشوفهم وجوايا حب كبير ليهم من قبل حتى ما نتقابل، وكاني ممتن لكل واحد فيهم عن كل حاجه حلوه وصلت لها. وعلى قد ما كنت مبسوط وانا في وسطهم، الا ان في حاجتين حصلوا في اليوم دوت خلوه مميز جدا بالنسبه لي. اول حاجه هي نظره الفخر في عيون اهلي ليا خصوصا، وان موضوع الشهره ده جديد علينا كلنا. والحاجه التانيه اني قابلت صحابي اللي ما شفتهمش بقالي سنين واسترجعنا سوا لمتنا اللي ما حصلتش من اعدادي هندسه. نرحب بالباشمهندس محمد البسيوني بمناسبه عودته من المانيا. شرفنا ومشرف بلدك ونورتنا حبيبي. تعالوا بقى نستمتع سوا باجمل حفله بحب احضرها واقرب آلة موسيقيه لقلبي، وهي فرصه حلوه اعرفكم على السمسميه، وهي عباره عن آلة وتريه مشهور بيها مدن القناه، واللي وقعت في حبها من اعدادي هندسه ولسه لحد النهارده بسمعها. واللي بسلم عليه ده هو الفنان احمد العشري ابن الفنان محسن العشري، واللي من اشهر الناس اللي عزفت على السمسميه. وبالمناسبه يا جماعه العيله دي كلها موهوبه بالفطره، وليهم ابن كمان اسمه اسامه كان في برنامج ذا فويس قبل كده. الله الله. سمسمية. مالي القمر ماله. بجد انا اتشرفت جدا بمقابله الناس الجميله دي، وعاوز استغلها فرصه واشكر كافيه ابو صالح على الاستضافه اللي بجد خلت الاجازه ليها طعم تاني. تعالوا بقى نهيص شويه وانا هقول لكم انا بحب جو السمسميه ليه. كده اظن اهلي فهموا سر حبي لبورسعيد وعشقي للسمسميه. وبعد يومنا الطويل ده قررت استغل اللي باقي منه واخرج اتعشى مع اصحابي، واكلنا كده حاجه كانت اختراع ما بين البيتزا والكريب، مش فاكر اسمها قوي بس كان طعمها لذيذ جدا. وبعد ما خلصت وخلصت قررت اروح علشان كان عندي تاني يوم فرح واحد صاحبي برضه في بورسعيد، واللي هطلع فيه باقي الطاقه السلبيه اللي جاي بيها من المانيا. وبكده للأسف تكون خلصت زيارتنا لبورسعيد وهنرجع تاني على اسكندرية. بس عشان ما كنتش لسه شبعت من صحابي استأذنت أهلي في كام خروجة معاهم، عشان كان عندنا لسه كلام كتير عايزين نقوله وذكريات كتير عايزين نفتكرها. وأنا شخصيا الموضوع ده بالنسبة لي مهم جدا علشان هيرجع لي جزء كبير مني ضاع بسبب الغربة وقسوتها. فقررت أفضل شوية مع أصحابي في دمياط قبل ما أرجع اسكندرية تاني علشان أقابل البفة الكبيرة واللي بتتجمع برضو كل سنة مرة. صحيح وقت الأجازة مش بيخليني ألحق أشبع منهم، بس هو أحسن من مفيش. مجرد قعدة بسيطة معاهم كفيلة انها تشحنني لسنة قدام.
وبكده وقت الصحاب يكون خلاص خلص ونرجع تاني للفاميلي تايم، واللي قررنا نخرج العيال الصغيره شويه في القلعه قبل ما نروح نضرب كبده من الفلاح، واللي عزمتنا عليها الانسه هنا، واللي على قلبها فلوس قد كده ما شاء الله. لا 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 بحاسب هناك بجد اتبسطت قوي انهم عارفين قيمه الفلوس، وكمان بكرم اخلاق بيتنافسوا على مين اللي هيحاسب لنا على الاكل كله. انا فخور بيكوا يا عيال قوي. صحيح انا نسيت احكي لكم على الخروجه بتاعت ملاهي المعموره، مش عشان سواد عيونها بس علشان ما حلتناش غيرها في اسكندريه. يا بنتي مفيش حاجه هنا اصلا تخوف، مفيش العاب اصلا. يا بنتي الحاجات دي بالنسبه لي بجد اطفال، مش مصدقاني. طب يلا بينا. مركزه بشكل عقوق الولدين. يلا عقوق الولدين. يلا بالاثنين يا ماما، اديله بالاثنين في جناب. الليفل بدأ يصعب. اديله يا كوكو. مساعدة. امك لا. 6-6 والتعادل موجود. يلا يا ماما. امك يلا. 8-8. كسبتك. جاهزون يا ابطال؟ يلا بينا. وبعد ما انتقمت لكرامتي منهم في سيارات التصادم، جه الوقت اللي خايف منه من اول الاجازه، الوقت اللي هجهز فيه شنطي علشان ارجع تاني المانيا، وهودع فيه اهلي واللحظات الدافيه اللي عشتها وسطهم، الوقت اللي هودع فيه شمس مصر الجميله والسما الصافيه، وارجع تاني لسما مغيمه وجو بارد. بس هي دي سنه الحياه، وده اللي انا اخترته وسعيد بيه، رغم اني عارف ان الثمن اللي دفعته غالي، بس ده حال الدنيا، مفيش حاجه ببلاش، وكل حاجه جميله ليها جانب مظلم لازم نعيشه ونتقبله. صحيح البعد عن الاهل والوطن من اصعب التجارب النفسيه اللي ممكن يمر بيها البني ادم، انما كمان في نفس الوقت السفر والغربه من اكتر التجارب اللي هتضيف لحياتك معاني جديده، وهتفتح عينيك على ثقافات وعادات مختلفه تماما عن اللي اتربيت عليها، وده في حد ذاته هيحط كل المبادئ والقيم اللي اتربيت عليها في اختبارات حقيقيه، هتكتشف منها حقيقه نفسك بجد، وهتعرف كويس قوي انت مين وعايز ايه.